كي جبتنا على البريكس باش نوظفوا للرأي العام، راهو هذا تجمع اقتصادي، الا انه يعني هناك حمله يعني شنوها ضدنا، يعتقدوا كوننا نحن ماناش مربوطين رانا بجبهه معينه ولا بجهه سياسيه معينه ولا بجهه يعني اقتصاديه معينه، نحن رانا احنا نحبوا نتحروا من الاستعمار، نحبوا نتحروا من العملاء الموجودين بيننا اللي هما يمارسوا في اجنده غربيه، اجنده اجنبيه، اللي هما السبب في الوضع الكارثي والوضع الاقتصادي اللي احنا نعيشوه في تونس. انا نحب نقول راهو كما صرح يعني سفير دول البريكس، وكما يعني صرح عده يعني وزراء خارجيه، هناك ندوه البريكس في جوهانسبورغ في جوان 2023، ورئيس قيس سعيد سوف يشارك ايضا في ندوه الدول الافريقيه الاقتصاديه تصير في موسكو. اذا تونس راهي منفتحه على الجانب الشرقي، على الصين، وهي تحافظ على علاقاتها الاقتصاديه القديمه، لكن تونس منفتحه، وان شاء الله يعني تونس باش تاخذ يعني وهذا نقول لكم يعني سكوب، راهي تونس باش متجهه نحو باش تاخذ قرض من مجموعه البريكس ما يقارب 5000 يعني مليار دولار، باعتبار راهو تفهموا حاجه، راهو الاف ام اي باش تعطينا قرض ب 1.9، لكن باش تنحي منه 400 مليار من المال. قالت لك الروتار نتاع جماعه النهضه اللي ما خلصوهاش في 2019 و2021 1.9 باش يولي عندك فيه 1.5 باش تعاود ترجع تقترض من عندها، وباملاءات وبتغيير سياسه معينه، وطالبين منا باش نحو باش نرجعوا رشد الغنوشي وباش نسيبوا يعني باش نرجعوا حركه النهضه يعني كشريك في البرلمان اللي هما مشاركين كوسط. علاش؟ انهم هما عندهم مصالح، لانهم يخدموا في الاجنده وفي مصالحهم، يعني هما هذوكم الناس اللي كانوا يخدمون في مصالحهم على حساب الشعب التونسي. هذاك علاش الرئيس قيس سعيد قال لا للاملاءات لا للتدخلات، نحن ما نتدخلوش شؤونهم الداخليه، لكن هما يتجرؤوا علينا نظرا لانه ابناء هذا الوطن للاسف العملاء هما اللي اعطوهم الفرصه دي. وشفنا مؤخرا يعني اردوغان يحب يتدخل لاطلاق سراح يعني رشد الغنوشي. هذا الاقتصاد الوطنيه خط احمر، ونحبوا نقولوا لا للتدخل الاجنبي في الشان الوطني.